والله حقيقة هي قمة ثلاثية، لكن منقوصة كما قال مراد قبيلة، لأنه وكأن نعيد تشكيل خريطة المغرب العربي من جديد. يعني الآن تحالف تونسي جزائري ليبي منتظر في إقصاء المغرب وإقصاء موريتانيا، يعني فيها نقاط استفهام كثيرة. لكن هل القمة هذه أعلن عليها تبون منذ أشهر، وقال نحن ندعو إلى قمة ثلاثية، إلى تحالف ثلاثي. الجزائر تريد أن تصبح دولة إقليمية وازنة أكثر من قبل، وتريد أن الماكسيموم تيريتوار قال الفرنساوي، يعني تحب تحط توضح هي حدودها الاستراتيجية. وبالتالي اليوم بعد الصراع مع المغرب اللي أصبح يبدو كأنه لا عودة للصلح فيه، وبالتالي اليوم الجزائر تتجه شرقا، تتجه نحو تونس وليبيا، وتعتقد انه هالدولتين هذوما يمكن يكونوا يعني حزامها الاستراتيجي، مع العلم انه الجزائر كما خسرت المغرب خسرت مالي، خسرت النيجر. يعني لانه اليوم الصراع بين الجزائر ومالي اصبح واضح وصريح، وحتى يعني الوسيط بين الجزائر ومالي اللي هو روسيا حاولت في عديد المرات، وكانت زياره اخيره للمدير العام او المسؤول رقم واحد في المخابرات الجزائريه الروسيه الى الجزائر، وما توصلوش الى حل. اليوم في ظل الصراع الاقليمي اللي من سيكون الوكيل الاول للولايات المتحده الامريكيه في المنطقه، هل هي المغرب ام الجزائر؟ بون أوي. الجزائر مهتمة أنها تكون وكيل الولايات المتحدة في المنطقة. الولايات المتحدة أهم من هذا. اليوم الجزائر هي الدولة الرابعة في المخزون بتاع الغاز الشيست في العالم. نعم. واليوم الجزائر مهيئة أو مؤهلة لتكون البديل على روسيا في الغاز لأوروبا. وبالتالي اليوم هل التكنولوجيا هذه ما يملكها إلا أمريكا؟ والآن هناك مباحثات سرية جدية ما بين شركات عملاقة أمريكية والإدارة الجزائرية حول كيفية الانطلاق في التنقيب على غاز الشيست وكيف إيصاله إلى الاتحاد الأوروبي. هذا أنك تتحدث أنه هناك سعي أن تكون وكيل، هذا يعني لا مهم، يعني أنك أنت العلاقات الاستراتيجية بالولايات المتحدة القوة العظمى في العالم، أنه تصبح انت فيزافي بالضبط في كامل منطقه، وتتكلم باسم كامل المنطقه. هذا تعملها دوله تقريبا ما تملك الثقل السياسي، مش من خلال الثروات اللي عندها فقط، مش من خلال الثروات، من المفترض من خلال الموقف السياسي. كيف تقول لي مثلا هل يمكن أن تعوض اليوم الجزائر القرب المغربي للسياسات الغربية الأوروبية والأمريكية تحديدا؟ المغرب اللي أقامت العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا مطلب أمريكي. المغرب اللي مواقفها تقريبا كلها قريبة للغرب عموما والولايات المتحدة. في الحرب الأوكرانية المغرب ما خدتش الموقف المنتظر اللي كان لم تصوتش. المسألة معقدة أكثر. ما الذي يحصل؟ شوف الجزائر راهي دولة مهمة جدا ودولة محورية. العلاقة مع إسرائيل أو التطبيع مع إسرائيل ليس محددا، وأكبر دليل السعودية اللي هي أكبر حليف للولايات المتحدة الأمريكية لم تطبع لغاية الآن وتساوي في الموضوع. يعني لكن الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية هو موقف واضح وصريح، أنه موقف يعني ملتزم بموقف الجامعة العربية وهو حل الدولتين، وبالتالي هذا موقف الشرعية الدولية وعليه لبس كبير جدا.